خلي بالك اللي انت بتعمله ده غلط. انا اعرف ناس بيكون معاه موبايل كويس ليه سنة او اتنين شغال، ويروح يعمل جمعية او يستلف او يجيب قرض او يعمل مشاكل مع اهله علشان خاطر يمسك 4 5 آلاف جنيه عشان يجدد التليفون اللي معاه. واعرف ناس تاني كل 3 4 شهور ليها موبايل جديد. ليه؟ نزل تليفون جديد عايز يغير وعايز يجدد. انا عايز اقول لك نصيحة تاخد بيها ما تاخدش، انت حر، بس دي انا عايز اقولها لك، يعني بقولها لنفسي دايما. يعني انا معايا موبايل اللي هو ده مريحني، مش بيتعبني، كل خدماتي شغاله عليه، يعني ما عملش معايا الشيء اللي هو يستاهل اني انا اصرف واغير التليفون اللي معايا. فعايزك تاخدها نصيحه، مش كل ما ينزل موديل جديد تيجي تبيع اللي معاك وتشتري ده. انت كده هتفضل طول حياتك فجري، ومش هتعرف تعمل فلوس ولا هتعرف تطور من نفسك في حياتك، لانك انت كده مستهلك. ايه مستهلك؟ يعني بتجري على الرفاهيه، كل ما يكون في حاجه قدامك تجري تجيبها، تيجي تعملها، الا في حاله واحده، لو انت بتشتريهم وتجيبهم عشان تستثمر، تبيع، تشتغل، تكبر فلوسك، تعمل حاجه تنفعك مستقبلا. لكن تجدد تستهلك وترمي، لا. واعرف ناس كمان بتروح تشتري الموبايل ده بالتقسيط، لو ب 5000 بيبقى ب 8000 ونص، وتروح تبيعه بسعر محروق ب 5000 و 4500 وب 4000 والكلام ده كله، عشان يمسك 4 5000 جنيه يروح يصرفهم في حاجات ملهاش لازمه. نصيحه ليك، لما يكون معاك تليفون زي كده وشغال معاك مش تعبك، حافظ عليه، بلاش الاستهتار والاستهلاك اللي ملوش لازمه، علشان في الاخر والله اخرته وحشه. دي نصيحة اقبلها من اخوك، يمكن في يوم من الايام تفيدك وتفتكرني بكلمة حلوة. تحياتي ليك، بحبك في الله.